طبلي والدقة على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال. حبيت 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 ودبيت. رمضان ملناش دعوه بالناس اللي بيقولوا رمضان مش شهر اكل. رمضان زي اي شهر، رمضان عندنا مش زي اي شهر. رمضان عندنا بنحتفل بيه وبنحب ولادنا يفرحوا بيه زي ما احنا بنفرح بيه، وكل سنه وانتم طيبين. الصينيه دي بتفكركم بايه؟ ببعد الفطار كده، بعد ما نفطر كده ونروق نجيب بقى المشروب المفضل بتاعنا في رمضان، التمر هندي. انا بعمله تمر هندي على كركديه. الصينيه دي بتفكركم بايه؟ طبعا ببعد الفطار كده، بعد ما نفطر ونروق كده ونصلي المغرب، نجيب بقى المشروب المفضل بتاعنا. انا بالنسبه لي المشروب الرسمي من اول رمضان هو التمر هندي على الكركديه، ومعاه طبق التمر بقى البلح كده، ودي تبقى قعدة بعد الفطار في رمضان. طبعا في رمضان المشروبات اشكال والوان، ناس كتير بيعملوا صوبيا وعصاير وتمر هندي وكركديه وعرق سوس، يعني باختلاف الاذواق بقى واختلاف العادات والتقاليد في البلد اللي احنا فيها. كل واحد بيحب يشرب في رمضان المشروب اللي على مزاجه. انا بالنسبه لي التمر هندي يكسب، يعني تمر هندي لوحده وتمر هندي وعليه كركديه زي كده. انا بصراحه اول ما لقيت عندي تمر هندي وكركديه افتكرت رمضان على طول، ورحت عامله الصينيه دي كده وقعدت وروقت كده وقلت يا ايام رمضان، نفصل كده من المولد اللي حوالينا ونقول يلا نفتكر رمضان ومشروبات رمضان. ناس كتير بيحضروا برضو المشروبات رمضان من دلوقتي، اي فاكهه بتتعمل عصير من دلوقتي بيبداوا يجيبوها ويفرزوها ويحطوها في الفريزر تبقى جاهزه على الاستخدام على طول في رمضان. ناس كتير برضو بيخزنوا البلح عشان بيغلى على رمضان، يعني بيبقى فيه عروض دلوقتي في السوبر ماركت على البلح، بيبداوا يجيبوا من دلوقتي ويخزنوه لرمضان. يعني كل واحد على قد امكانياته بيحب يفرح نفسه في رمضان بحاجه حلوه، وبيحب يرتب لها ويخليها كده تبقى ايه جاهزه على رمضان. طبعا في ناس بيحبوا العرق سوس، انا ما بحبوش ابدا، طعمه بيبقى فيه مراره كده، بس في ناس بيحبوه بيموتوا فيه، مش عارفه ازاي. انا بعمله بصراحه، كنت بعمله ما بطيقش اشم ريحته. في ناس تانيين يحبوا يقولوا لا السوبيا اهم حاجه في رمضان، يعني لا كوبايه السوبيا كده في رمضان هي دي اللي بتحسسنا بريحه رمضان. السوبيا دي بتبقى للناس اللي مش مصريين مش عارفينها، هي بتبقى عباره عن لبن وجوز هند وسكر، يعني بيحطوا، وفي ناس بيجيبوها جاهزه كده، خلطه جاهزه كده يعملوها على طول بودر وتبقى جاهزه في يعني ايه سريعه التحضير كده. بس انا اللي بحبه التمر الطبيعي، التمر الطبيعي مش سريع التحضير مش زي السوبيا كده. بحب اللي فيه بذر، اللي هو بيجي بتاع قالب على بعضه كده وبيبقى فيه بذر، وبنبدا بقى ننقعه ونصفيه ونحليه. هو شغلانه شويه، انا شفت ناس كتير على اليوتيوب بيعملوه انهم بيجهزوه قبل رمضان، يعني بيجيبوا كام باكيت التمر كده ويبداوا ينقعوها ويعملوها مركزه ويحطوها في ازاز ويحطوها في الفريزر، ويبداوا كل يوم يطلعوا يحلوها بقى بميه، يعني ايه بتبقى مركزه، يبداوا هم يحطوا كميه ميه عليها وسكر وتبقى دي جاهزه في رمضان. بس بصراحه عمري ما جربت ان انا اعمل الحركه دي. ليه؟ في متعه كده في تحضير المشروبات بالذات لرمضان، يعني قبل الفطار كده، بعد ما تخلصي تحضير الفطار او قبل ما تعملي الفطار، اول حاجه كده تروحي تنقعي التمر وتبداي تجهزيه، بتحسي كده ان بحاجه حلوه كده، بتحسي انك مستنيه الفطار نشرب الحاجه الحلوه اللي انا جهزتها. بحس بصراحه متعه في تحضيره، في تحضير المشروبات كلها. ومن المشروبات برضو اللي معروفه عندنا في مصر في رمضان، سواء تمر هندي بقى البودر، السوبيا البودر، في عصاير بتبقى بودر كده، بتبقى مانجا وبرتقان وحاجات زي كده، بس كلها بتبقى مصنعات والوان صناعيه وحاجات كده مش بتبقى طبيعيه، بتبقى ايه خطر للاطفال شويه. فانا بقول الكركديه مفيش ارخص منه، يعني لو جبتي نص كيلو كركديه هيكفيكي فتره طويله جدا. بتاخدي الشويه تنقعيهم وتحليهم وفي ميه مغليه، طبعا بتغلي ميه وتحطي الكركديه وتحطي عليه الميه المغليه وتسيبيه يتنقع وتحليه وتصفيه وتشربي منه. مفيش ارخص من كده، حاجه طبيعيه، حاجه حلوه، انت عارفه ده حاجه طبيعيه، لا حد ضاف ليها مواد صناعيه ولا مواد حافظه ولا الكلام ده كله.
فنخلينا في الحاجات الطبيعيه اللي تفيد ولادنا وما تضرهمش. التمر الهندي برضو هو غالي شويه، اللي هو بيبقى بالبذر بتاعه ده، بس بصراحه افيد. يعني انت بتجيبيه برضو حاجه طبيعيه في ايدك، شايفاها كده حاجه طبيعيه، مش ضايف لها لون ولا طعم ولا الحاجات دي كلها. بتنقعيه وتظبطيه وتعمليه. هو التاني بيبقى سهل على الامهات انهم ايه، في ثانيه نجيب التمر ونروح حاطين معلقتين في الكوبايه وعليهم شويه سكر وخلاص وميه وخلاص جاهز. انما التاني ده والله لو جربتوه هتلاقي ان هو بيتعمل بسرعه، وفي نفس الوقت بيتعمل كده بفرحه كده في رمضان كده. الحاجات دي بالذات ما بتتعملش غير في رمضان. على فكره حته التمر الهندي اللي انا لقيتها النهارده في الثلاجه كانت من رمضان اللي فات. اول ما لقيتها حلوه وزي الفل ولا حصل لها اي حاجه، عملتها وافتكرت كده ليالي رمضان وايام رمضان الحلوه في التجمع كده وفي العائله. وفي كل اللي انا عايزه اقوله ان رمضان ما يحلاش من غير مشروبات رمضان اللي بتميزه. قمر الدين بقى، تمر هندي، كركديه، عرق سوس، عصير برتقال مثلا هيبقى موجود، اي عصاير ممكن تفرزيها من دلوقتي، جوافه، الحاجات دي كلها تشيليها من دلوقتي في الفريزر لرمضان، بتنفع جدا وبتدي رمضان ريحه برضو وطعم ولون، وبتخلينا مبسوطين ان رمضان هل علينا. يعني الحاجات برضو اللي بتتفرز وبتبقى حلوه جدا في رمضان في العصير، الفراوله. يعني الفراوله تفريزها مفيش اسهل من كده، بتجيبيها وتغسليها وتحطها في اكياس وتحطها في الفريزر، مفيش اسهل من كده، وتطلعيها وهي مجمده كده تحطيها برضو في الخلاط وعليها السكر والميه وخلاص. فمن اسرع واسهل الحاجات اللي ممكن تفرزيها اول ما الفراوله تطلع. الفراوله اليومين دول بدات تطلع، اول ما تطلع الفراوله هاتيها وخزني كده كام كيس لرمضان كده يبقوا للطوارئ. ما عندكيش مثلا تمر، ما عندكيش كركديه، عايزين نغير، عايزين نعمل ما ينفعنا وبتنجدنا في رمضان، في يوم الولاد عايزين تغيير، في يوم عايزين اي حاجه حلوه غير اللي موجود، بتطلعي الكيس في ثواني، بتكون عاملاه عصير سهل وسريع وبينفعك في رمضان. والجوافه طبعا من الحاجات برضو الحلوه، بتاخد اي وقت شويه في التخزين، انك لازم تقطعيها وتشيلي البذر والكلام ده. الفراوله اسهل منها في التخزين كتير، بس برضو مفيش مانع انك تعملي كيسين كده وتركنيهم في الفريزر كده وتكتبي عليهم رمضان. من الحاجات اللي بتفرحنا في رمضان ان احنا نفتح الفريزر نلاقي حاجات مكتوب عليها رمضان، كيسين فراوله، كيسين جوافه، كيسين بلح. البلح الرطب احنا بنخزنه رمضان، تكتبي عليه رمضان وتركنيه على جنب. كيسين بقى حاجات تانية، يعني ممكن تجيبي مثلا ايه تاني اللي ممكن يتفرز لرمضان في العصاير، مانجا، كيسين مانجا بقى ومكتوب عليهم رمضان. يبقى انت كده عندك خزين لعصير رمضان يكفيكي من اول رمضان لاخره. الولاد الصغيرين بيبقوا صايمين وبيبقى نفسهم في اي حاجه حلوه بعد الفطار، فانت مش في مقدرتك مثلا انت كل يوم تعملي حلو، يعني كنافه، قطايف، الكلام ده حتى مش صحيه ان احنا نعمل الحاجات دي كل يوم، يعني هي مره كده ولا حاجه. فالاطفال بيبقى نفسهم في حاجه مسكره، فلما يبقى عندك خزين عصاير كده في الفريزر كل يوم بعد الفطار كده او قبل الفطار، تروحي عامله لهم شويه فراوله، شويه جوافه، شويه مانجا، اي حاجه انت عايناها في الفريزر، بتفرحهم جدا. وكمان بتديهم طاقه انهم يكملوا صيام، يعني ايه، يفضلوا طول الليل كده عايزين اي حاجه مسكره، في عصير كذا، في عصير كذا يشربوا منه، بتديهم طاقه انهم يستعدوا للصيام تاني يوم. فالعصاير في رمضان مهمه جدا، حتى لو كنا في الشتاء. يعني في الشتاء ما بنشربش عصير زي الصيف، بس الولاد الصغيرين بيبقوا محتاجين حاجه زي كده، محتاجين ان هم يشربوا كتير، بيبقوا يهملوا في الميه شويه، فعودي ده بالعصاير الحلوه اللي هتخزنيها لهم ويشربوا منها طول الليل في رمضان. من الحاجات برضو اللي حلوه جدا وبتبقى حلوه جدا في رمضان قمر الدين. بيتعمل عصير ده بقى في رمضان، تجيبيه بقى مش بتخزن، انت تجيبي قمر الدين كل يوم كده، اليوم اللي هتعملي فيه تنقعيه من الصبح وتبداي تعملوا لهم عصير قمر الدين، يفرحوا بيه كده ويشموا ريحه رمضان في قمر الدين. احنا كلنا اول ما نفتح لفه قمر الدين بنفتكر رمضان على طول وبنشم ريحه رمضان على طول. فالحاجات الحلوه جدا برضو في رمضان هي القمر الدين، لا تعمليه بقى مهلبيه او تعمليه عصير. رمضان السنه دي هيبقى في الشتاء، الدنيا هتبقى برد، فاحنا ككبار ما بنحبش العصير قوي في البرد، عايزين مشروبات سخنه. ممكن الكركديه ده تعمليه سخن ويتشرب، بيبقى برضه حلو جدا. ممكن المشروبات السخنه في حاجات كده بتيجي من عند العطار، بتجيبي مثلا حبه البركه على ينسون على كراويه، خلطه كده العطار بيعملها حلوه جدا، بتبقى مفيده جدا في الشتاء وبطعمها حلوه جدا كمان، بتبقى من مشروبات الشتاء حلوه جدا، تبقى في رمضان. من المشروبات برضو اللي هتبقى حلوه جدا في رمضان السنه دي السحلب. السحلب مشروب شتوي، وتخيلوا بقى في رمضان بقى
في الشتاء كده والبرد وانت في السحور كده وتشربي لك كوبايه سحلب، هتبقى تحفه. والكاكاو طبعا، الهوت شوكليت والحاجات دي كلها هتبقى في رمضان وقتها، عشان رمضان السنه دي زي ما قلنا برد، فهيبقى هنبقى محتاجين الحاجات دي. فتبقي مستعده كده من الحصاله اللي احنا بنعملها والفلوس اللي احنا بنحوشها، تشيلي منهم فلوس على جنب كده، نقول دول لعصاير رمضان بس. نجيب شويه حاجات كده قبل رمضان، شويه نص كيلو كركديه بس كفايه، لفتين تمر هندي، لفتين قمر الدين، نجيب سحلب، نجيب كاكاو. ممكن تجيبي كاكاو خام وتحليه وتعمليه في البيت. بتجيبي كاكاو خام وعليه شويه كريمه بودر وكيس فانيليا وسكر، وتقلبيه وتحطيه في بطرمان عندك وخلاص، ده يبقى تعملي منه على طول. برده مش منضاف لي اي حاجه وبقى موفر كمان، وحاجه حلوه انت بتعمليها في بيتك، عارفه انت عاملاها ازاي. وبرده ممكن الحاجات اللي احنا نشيل ليها من حصاله رمضان ونجيبها، اللي انا قلت عليه، المانجا والجوافه والفراوله والحاجات اللي هنخزنها. برضو ممكن دلوقتي ناخد من الفلوس اللي احنا شايلينها على جنب ونجيب الحاجات دي ونعمل كيسين 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 كده ونكتب عليهم رمضان من غير ما حد ياخد باله كده، ونخبيهم في الفريزر. هتيجي في رمضان تلاقي عندك الخير كله، هتلاقي بيتك مليان خير وبركه من حاجات بسيطه جدا احنا بنعملها عشان نفرح برمضان ونفرح ولادنا رمضان. ملناش دعوه بالناس اللي بيقولوا رمضان مش شهر اكل. رمضان زي اي شهر، رمضان عندنا مش زي اي شهر، رمضان عندنا بنحتفل بيه وبنحب ولادنا يفرحوا بيه زي ما احنا بنفرح بيه. وكل سنه وانتم طيبين.